انا حطيت الجبنه القريش بتاعتي في قلب علبه بالشكل ده. حبيت ازود بقى القيمه الغذائيه بتاعه العلبه اللي انتوا شايفينها دي. حطيت هنا كزبره خضراء. الكزبره الخضراء مفيده جدا للمعده ونشاط القولون. جرثومه المعده. الكزبره الخضراء فيها كميه من الفيتامين عشان خاطر المعده والقولون لا تعد. عندي هنا طبعا السمسم غني بالكالسيوم. حاولي تدخلي السمسم في كل اكلك اللي انت بتعمليه لولادك. لو بتعملي حتى كفتة حطي حبة سمسم. حلو قوي علشان خاطر الكالسيوم في الجسم. للاطفال اللي ما بتشربش البان او ما بتحبش الحاجات اللي فيها الكالسيوم، معلقة سمسم الصبح ومعلقة بالليل، كده انت بتنشطي الكالسيوم في جسم ولادك. عندي هنا طبعا في قشر ليمون. قشر الليمون ده غني بفيتامين سي. احنا كلنا بنتعامل مع الليمون ان احنا بناخد العصارة اللي فيه من جوه. ده غلط يا جماعة. قشرة الليمونة هي اللي موجود فيها كل العصارة اللي بتحتوي على فيتامين سي، وكمان بترفع المناعة معاكي. الأطفال طبعا اللي ما بتشربش الليمون، العلبة دي صدقوني يا جماعة لو عملتوها كل يوم الصبح وقلبتوها وأكلتوا منها أطفالكم، إن شاء الله حتى تعملوا لهم سندوتشات جبنة عادية جدا ما فيهاش أي حاجة، بس انت خدعتي طفلك عشان ياكل حاجات فيها فايدة، مش أي حاجة وخلاص. اللانشونات والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها للأطفال مش مفيدة خالص يا جماعة في ظل الوقت اللي احنا فيه ده. طبعا حبة البركة حدث ولا حرج. عندي هنا الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة مفيدة جدا يا جماعة للأنسولين اللي في الجسم وللسكر ونشاط البنكرياس. حلوة قوي الطبق ده. صدقوني يا جماعة لو عملتوه لأطفالكم وحاولتوا ان انتوا تعملوا كل يوم ان شاء الله حتى يوم ويوم، هتلاقوا الأطفال المناعة عندهم عليت، الكالسيوم في جسمهم بقى كويس، وإن شاء الله عافانا وعافاكم من أي مرض بأمر الله. بس احنا بنعمل عشان خاطر ولادنا ما يبقوش تعبانين، احنا بنعمل اللي علينا، وربنا يكرم الناس كلها يا رب، اللهم امين. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم، ولو استفدتم بأي معلومة النهاردة مني ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا لكل أطفالنا. تعالوا نشوف الطريقة عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ لو ابنك أو بنتك ما بياكلوش الجبنة القريش، طبعا الجبنة القريش دلوقتي مهمة جدا علشان خاطر الكالسيوم اللي فيها. مفيش جبنة انت بتجيبيها دلوقتي من السوبر ماركت طبعا مع غلاء الأسعار اللي احنا فيه بتحتوي على أي كالسيوم خالص. كلها مواد مهدرجة وكلها حاجات ملهاش أي لازمة خالص، لا تمثل الجبنة أو للبن بأي صلة. فعلشان خاطر ندخل لولادنا كالسيوم في جسمهم صح، لازم ياكلوا الجبنة القريش. طبعا أولادنا أغلبهم ما بياكلوهاش. هعملها معاكم دلوقتي بطريقة حلوة جدا علشان خاطر الولاد ياكلوها. بعض مننا عارفينها والبعض لأ، بس صدقوني يا جماعة الجبنة القريش هي الجبنة الوحيدة اللي فيها اللبن الطبيعي، فعشان كده بيقولوا غنية بالكالسيوم. أنا عندي هنا قطعة من الجبنة القريش قطعتها كده عشان هضربها في قلب الكبة بتاعتي. هحطها كده في الكبة مع بعض من العناصر معايا كده عشان خاطر نعمل حتة جبنة طرية وجميلة عشان ولادنا ياكلوا. عندي هنا طبعا المقادير بتاعتي حتة الجبنة القريش، وعندي هنا فلفل ألوان. على فكرة ممكن تستغنى عن فلفل ألوان تحطي حاجة واحدة بس منهم، بس أنا بزود بقى من الإيه، القيمة الغذائية اللي عندي للجبنة نفسها. تمام. حطيت هنا كده التلات ألوان. عندي هنا بقى شوية من اللبن. لو انت عندك لبن بلدي يبقى يستحسن، عندك معلب مفيش مشاكل، بس الأحسن من الاتنين شوية من اللبن الرايب. اللبن الرايب هنا بيدي قوام حلو قوي للجبنه، بتبقى عامله زي الجبنه الكريمي كده، ما بتبقى سايله شويه. انما للاسف انا دلوقتي عندي شويه من اللبن العادي، هحط حبه كده عشان بس يفكوا المواضيع دي مع الكب بالشكل ده. بصوا بقى كده القوام بتاعها عامل ازاي، هتلاقوه سايل شويه بس كانكم عاملين جبنه بطماطم، فاهميني؟ لو انتوا بقى حطيتوا هنا شويه من اللبن الرايب بيديكي قوام حلو قوي زي الجبنه الكريمي بالظبط.
عايزة تقللي اللبن برضو وعايزة تحطي حتة الجبنة مع الفلفل بس برضو مفيش مشاكل. بس احنا بنعمل الاكل ده عشان خاطر ولادنا، فبنحاول نضيف فيه كمية من المعادن او الحاجات اللي فيها غذاء.